أجمل وأحلى كشري حلو ممكن تجربوه، وسهل ومش مكلف. هو بس محتاج شوية وقت وصبر علشان يتعمل. شايفين الطبقات بتاعته جميل ازاي؟ بجد تحفة. يلا نعمله بقى. في البداية كده محتاجين لفة الجلاش ونقطعها كده بالشكل ده، وفي صينية زي كده، وافرغ الجلاش بتاعها وابدأ افرغه كده واحدة من واحدة بحيث ما يتقاش على بعض. بعدين افرغهم بقى في الصينية. طبعا انا كده حطيت معلقة سمنة بلدي ومعلقة سمنة عادية، ودي برضو اهي معلقة سمنة بلدي ومعلقة سمنة عادية، وهحطهم يشوفكم يحمصهم في البوتاجاز لحد ما يدوا اللون اللي انا عايزاه، وهوريه لكم يحمصهم وياخدوا لون واطلعهم واوريها لكم. طبعا هو يستحسن ان السمنة تكون سايحة، بس انا بقى هي تسيح في النار مع نفسها كده. وطبعا هنا غسلت كوباية الا ربع رز وحطيتها على النار، يا دوبك تاخد غلوة تنشف من ميتها وانزلها. تمام، تنشف من ميتها وانزلها. عايزين الكنافة بتاعتنا تاخد اللون ده كده، التحميصة الجميلة دي. ده بقى الجلاش بتاعنا بعد ما فرفتناه كده. ماشي، هتسمعوا صوت كده، صوت القرمشة بتاعه ده تسمعوه، لان احنا محمصينه، ما نحرقوش نحمصه بس. لذلك برضو الكنافة نفس الكلام كده. ده رز بلبن بتاعنا يا جماعة، بنغرفه قبل ما الرز بلبن بتاعنا يتماسك. مسك هنا أحسن. قبل ما يتماسك في الحلة كده، عايزينه يتماسك في الكاس بتاعته أو الطبق بتاعه على حسب انتوا تحطوا في ايه. فاروح بقى أقولك، علشان احنا في الساعة الجو بارد جدا، وهو هيجمد بسرعة وهيمسك بسرعة. ده بقى الرز بلبن بتاعنا هنسيبه يبرد شوية. كريم شانتيه خام، وهنضيف عليهم كوباية وربع مية تلج، أنا أصلا جايباها من فريزر. وهنضربها في الكبة وهتعمل معانا كريمة متماسكة جدا. هوريها لكم دلوقتي. بصوا يا جماعة الكريمة قوامها تقيل ازاي، ما شاء الله. الكبة بتخفق الكريمة في أقل من دقيقتين، بدل بقى ما نفضل نقلب بالمضرب اليدوي وكده. لا، فهي بالكبة أفضل بكثير. حاجة هنضيف كده طبقة من الكنافة بتاعتنا المتحمصة، المحمصة يعني. حطينا طبقة الكنافة بتاعتنا. يلا علشان نضيف بقى الكريمة بتاعتنا. ضيف بقى الدقة بتاعتنا اللي هي الجلاش المفروم بالظبط كده. احنا حمصناه وفرفتناه واخد لون جميل بالشكل ده. سوري انا عشان وقعت فوارد لانه متفرفت. اوكي. بصوا يا جماعة، دي معانا هنا شوكولاتة انا مسيحاها على حمام بخار كده. هنحطها على الوش بالشكل ده. كشري بقى يا جماعة، دي شطة بقى فما تكتروش منها. نضيف بقى كده شوكليت شيبس على الوش. دي ايه بقى؟ دي في الكشري، دي العدس بتاعنا. شوكليت شيبس هي العدس بتاعنا. اجمل واشهى كشري حلو ممكن تجربوه.